الحمد لله على الفوز النهارده. 3 نقاط مهمين وبهني اللاعبين. يمكن يعني الحمد لله بيحصل تطوير من المباراه الاخرى. النهارده يمكن الشوط الاولاني كان فيه ملاحظات كثيره اتكلمت فيها مع اللاعبين. الشوط الثاني افضل والحمد لله على النتيجه، وان شاء الله ننظر بقى للمباراه القادمه مع برادو ان شاء الله. يعني مباراه برادو يعني التحضير بتاعها مش هيكون فيها لانه قريبه من المباراه. طبعا يعني احنا على طول بكره في التمرين ان شاء الله. الفتره الزمنيه ما بين المباراتين قليل جدا، فان شاء الله بكره ان شاء الله هنبدا التحضير لمباراه برادو ان شاء الله. يعني هناك تساؤلات كثيره يعني لحد انك بما انك كل مره تصر ان مباراه برادو هي الاخيره. لا مش عمليه اصرار، انا مش بصر. انا كان في مؤتمر واتكلمنا عن المشاكل اللي موجوده في النادي، واتكلمنا ان في صعوبات كتيره جدا، واتكلمنا شرحت قلت انا بعتز بجماهير وفاء ستيف جدا وبعتز بالفتره، لكن انا تحديت الظروف بشكل كبير جدا، والحمد لله يمكن في الفترة اللي احنا قعدناها ال4 شهور الحمد لله اتكون فريق يعني اعتقد اساس جيد جدا برغم الظروف الصعبة وبرغم ان معظمهم اللعيبة الجداد. لكن انا مفيش شيء اتغير. انا قلت في المؤتمر ان في صعوبات ومباراة برادو هي الاخيرة بالنسبة لي، ومفيش اي تغيير في اي حاجة. يعني انا قلت قبل كده ان هي المباراة الاخيرة، وان شاء الله بس نركز فيها بشكل كويس ان شاء الله. و يعني تحيه كبيره جدا لجماهير وفاء ستيف اللي انا ارتبطت بيهم بشكل كبير يعني. الحمد لله على الفوز النهارده. 3 نقاط مهمين وبهني اللاعبين. يمكن يعني الحمد لله بيحصل تطوير من المباراه الاخرى. النهارده يمكن الشوط الاولاني كان فيه ملاحظات كثيره اتكلمت فيها مع اللاعبين. الشوط الثاني افضل والحمد لله على النتيجه، وان شاء الله ننظر بقى للمباراه القادمه مع برادو ان شاء الله. يعني مباراه برادو يعني التحضير بتاعها مش هيكون فيها لانه قريبه من المباراه. طبعا يعني احنا على طول بكره في التمرين ان شاء الله. الفتره الزمنيه ما بين المباراتين قليل جدا، فان شاء الله بكره ان شاء الله هنبدا التحضير لمباراه برادو ان شاء الله. يعني هناك تساؤلات كثيره يعني لحد انك بما انك كل مره تصر ان مباراه برادو هي الاخيره. لا مش عمليه اصرار، انا مش بصر. انا كان في مؤتمر واتكلمنا عن المشاكل اللي موجوده في النادي، واتكلمنا ان في صعوبات كتيره جدا، واتكلمنا شرحت قلت انا بعتز بجماهير وفاء ستيف جدا وبعتز بالفتره، لكن انا تحديت الظروف بشكل كبير جدا، والحمد لله يمكن في الفترة اللي احنا قعدناها ال4 شهور الحمد لله اتكون فريق يعني اعتقد اساس جيد جدا برغم الظروف الصعبة وبرغم ان معظمهم اللعيبة الجداد. لكن انا مفيش شيء اتغير. انا قلت في المؤتمر ان في صعوبات ومباراة برادو هي الاخيرة بالنسبة لي، ومفيش اي تغيير في اي حاجة. يعني انا قلت قبل كده ان هي المباراة الاخيرة، وان شاء الله بس نركز فيها بشكل كويس ان شاء الله. و يعني تحيه كبيره جدا لجماهير وفاء ستيف اللي انا ارتبطت بيهم بشكل كبير يعني.